أتذكر راسلت أستاذي العزيز أبو رياض ماجد السفاح في يوم ما عند شوقي له، قلت له ما قلت توصل هيك، ما قلت توصل هيك من فارقيتك، دمعين طاح اليوم بالدم لقيت. يقول لي زين انت عندك عين دم تبكي لهواك، انا ماكو عيون عاميهن جفاك. الكلام للأخ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. هكذا كانت ولا تزال وستبقى إن شاء الله هي دواوينكم ودواويني ودواوين أهلي وأبناء عمومتي وأخواني وكل الأصدقاء. ومثل ما يعرف الجميع والذين قرأوا تاريخ الجزيرة إن الشعر كان ولا زال هو ديوان العرب، وإن غلب الجانب الديني على الجانب الشعري إلا أن الأدب يبقى هو زينة حتى الحديث الديني، باعتبار أن هناك مقولة لأحد الفلاسفة تقول: إذا أردت أن تكون عالما فتخصص، وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء شيء. ولذلك الأديب تجده وكما يقولون عنه في المصطلح الحديث عبارة عن كوكتيل، أي يجمع جميع الألوان قوس قزح، باعتبار أن الأديب يجمع بين القصة والرواية والشعر والأدب والدين، ويمازج بين هذه الأشياء فيضع أطاريحه ورسائله وكل نتاجاته ومنجزاته إلى المجتمع بشكل أدبي مستساغ، لأن مائدة الأدب هي المائدة التي تستساغ أكثر من غيرها بالتأكيد. حتى أن العرب قالوا إن الشعر هو ديوان العرب في الجاهلية، ولذلك قادهم التفكير بهذا الخصوص حتى كتبوا معلقاتهم 7 أو 9 أو 10 على بعض الروايات، وكتبوها بماء الذهب وعلقوها على ستار الكعبة أو على جدار الكعبة، والبعض منهم لبسوها كالقلائد حتى عرفت بالصمود أي القلادة. هذا الموجز يقودنا إلى جانب مهم. نحن الآن نعيش معركة، والمعركة تستدام بالحطب المعروف، وحطب المعركة هو الأجساد، وهذه الأجساد فيها أرواح، والأرواح تزهق. لقد زهقوا أرواح أبنائنا وأخواننا، ولعنة الله على كل من يقود المجتمع إلى الحرب، ولعنة الله على داعش. كيف نمد هذه المعركة بهذه الأجساد وهذه الأرواح الجميلة ما لم يكن هناك فيلق اسمه الجانب الأدبي والجانب الشعري؟ يعني الآن عندما يكون نسيم يؤبن أحد الشهداء أو يدفع بأخيه وابن أخيه وابن أخته أو خالته أو عمته إلى المعركة، عندما يدفعه بروح هازجة، بروح شعرية جميلة، يكون قد ساهم من حيث يشعر أو لا يشعر، قد ساهم في أداء جانب مهم من هذه المعركة التي أراد لها الأعداء أن تطول وأن تصل إلى ما وصلت إليه. نسأل الله ورسوله أن يمدنا بالعون وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. آمين إن شاء الله. الشعر له جوانب عديدة. الشعر أحيانا يطفئ نار الفتنة، الشعر أحيانا يصف الكريم. أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله فيعشب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى لكنما وجه الكريم خصيب. لذلك يأتي الشيخ بدران رميض فيقول: حسن يا ابني تلقى الضيف حيبيه وعسى زاد الغديد سموم، يا هج مع مال وضال حيبيه السعيد الحفظ عرضا من الرديد. أحيانا بيت من الشعر يجمع رأسين على وسادة واحدة، بيت من الشعر إهزوجة ربما هوسة تقطع دابر الفتنة بين قبائل وبين أحلاف متخاصمة. فهذا هو الشاعر ثامر المدابي الحمداني الذي يسكن في بني خيقان، يأتي فيجد عشائر المجرة بحسنها وحجامها وكلها تريد الهجوم على بني خيقان بالقرب من ديارها الحربية أو العاتي، كلكم تعرفون. فيترجل من مشحوفه ويقول: هم تقضوا سوالف يا الصليج الصير، ليش تقول حيل ويا وقع بالبير؟ انظر للهوى شرج وشمالي يدير، اصف الاطراق الدنيا الما محتسبه ولا متواعد به. بهذه الرسالة الإنسانية يحول اللغة من لغة بارود وسلاح إلى لغة تفاهم، وينسحب الجميع لغرض
إحلال التفاهم وتحل القضية بحل سلمي. هناك امرأة ربما دفعت البلاء عن نفسها، ربما كشفت حقائق للآخرين من خلال بيت دارمي. أنا في أكثر من قناة تكلمت عن تلك المرأة التي أراد لها أخوتها أن يقتلوها عندما وشى بها أحدهم إنها تحب فلان، لكنها عندما أخذوها إلى القاهن، والقاهن أحبتي هو كلمة سومرية تعني إحنا نتداولها بس ما نعرفها، هي كلمة سومرية تعني أعمق نقطة مياه، ولذلك من نهد الجاموسات وين يروحن؟ باعتبار حتى يغطي ظهرها ويحميها من لسع البعوض والذباب وتأخذ مجالها الطبيعي، والقاهن هو كلمة سومرية، مثل ما هو المشحوف الآن اللي هي أصلها مشاهوف أي الزورق، مثل ما نسمي الرقمة اللي هي راقمة بالسومري أو بالأكدي، اللي هاي الرقمة يعرفها رشيد، اللي نحط عليها الشبش اللي يصير منزلقة بالقير يسمونها رقمة، هاي كلماتنا السومرية. فعندما يأخذونها أخوتها إلى القاهن ويقول لها أخوها الكبير جاءك الموت، قالت لما همتش بالموت روحها من نجاحها، همت الطيب الذات شيء ضرورات. عندها يلتفت أخوها، يبدو أنه فهم هذا اللغز الكبير ورفع عنها الخنجر عن رقبتها وعاد بها وقال من هو طيب الذات؟ قالت ابن عمي أحبه ويحبني، لكن إلى اليوم لم يمسني بقيد أنمله، فيذهب ويقتل الواشي ويزوجها من ابن عمه. هذا ببيت شعر، بيت شعر من الأبودية يسقط دين عن كاهل مديون. عندما ذهب سعدون آل ناصر المغشغش وكتب إلى صديقه حامد البدر الراشد الذي بعث إليه بورقة يطالبه فيها على 10 دنانير كان يطلبه فيها، عندما أعشر الشيوخ في الخمسينات والأربعينات. فسعدون يأتي بورقة المغشغش ويكتب إلى حامد البدر يطلب منا اسقاط الدين عن كاهله باعتبار لا غير قادر على وفاء 10 دنانير انا لا. فيكتب سعدون اهلا للعطا قلبي يدلكم كرام ودوم ممدوده، يا حامد تمدح الوادم يدلكم، يا بحر الظاميه وطوفان مي. فياتي حامد ويقلب هذه الورقه ويكتب عليها كل الدين ساقط، ويملا بلما او مشحوفا كاملا بكل ما يحتاجه الاخر والمضيف. كثيرة هي الأمثلة وكثيرة هي الشواهد على الشعر والشعراء، ولا أريد أن أخذ مجال غيري في الحديث، لأنني أشوق ما أكون إلى أن أستمع إلى أخوتي شعراء القرمة وإلى شعرهم الجميل وإلى نسيم الجنوب، نسيم القلب، الله يوفقك، نسيم سوق الشيوخ إذا تسمحوا لي أسميه، الله يسلمك. وإذا كانت الناس ترغب بنسائم الشمال، أنا تساوت لدي من خلال نسيمكم نسائم الشمال ونسائم الجنوب. الله. شكرا لكم أحبتي، وأتمنى لكم أماسي جميلة، وعذرا للشيخ الفاضل وعذرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا أبا رياض الشعر، الله يحفظك.